ايه اللي يخلي راجل بعد ما خلص شغله وطلع بيته وشاف مراته في حضن راجل غريب يقع على الارض في ثواني معدودة وهو بيتصفى حرفيا؟ الجبروت مش في ان مراته عاشقها هما اللي عملوا فيه كده وانا وحياته، لا، الجبروت الحقيقي ان مراته عاشقها مارسوا علاقة بعدها وكأنهم خلصوا على فرخ حرفيا. كل اللي انا قلته ده مش نقطة في بحر من الرخص وقلة الاصل والدين اللي هتشوفها في انتصار اللي اجبرت عاشقها ان لازم جوزها يقفشهم هما الاتنين سوا. انت متخيل؟ انا محتاج بس منك تروق بالك كده معايا وتمسك اعصابك قدر المستطاع، لان اللي هتشوفه وهتسمعه معايا النهاردة هو حرفيا قصة في منتهى القذارة. قبل ما نبدأ ما تنساش ان انا خلاص رجعت الحمد لله، وراجع بإذن الله اقوى من الاول. انت متخيل معايا ان واحد عمال بيبني في قناة وصفحة بقاله سنتين تتهد في لحظة بسبب سياسات الفيسبوك واليوتيوب، واخيرا رجعنا من تاني؟ ولكن انا ليا منكم طلبين. الاول انك تدعيلي ان ربنا يقدرني ويقويني ان انا اكمل شغل، والتاني انك دايما تقف جنبي كده وتشجعني حتى لو بكلمة بسيطة. وكفاية كلام لحد هنا، وتعالوا نخش مع بعض في قضية النهاردة، القضية اللي هتهزك نفسيا. في سنة 2002 في احدى قرى محافظة المنيا كان سمير في وقتها بيجهز نفسه للسفر، وده طبعا بعد ما اشتغل اكتر من شغلانة وحاول في البلد ولكن ما قدرش يكون نفسه. فسمير بدأ يدور على فرصة كويسة ولحد ما جات له فرصة للسفر للأردن. سمير كان شخص محترم وشاطر وكمان امين ومخلص، وده اللي خلاه في وقت قليل جدا يكسب ثقة ومحبة كل اللي حواليه. ده غير انه كمان اثبت وجوده وشطارته في وقت قليل جدا. وبعد سنتين كاملين من شغله في الاردن قرر سمير انه ينزل اول اجازة ليه في مصر. في الاجازة دي الحقيقة انه اخد بمشورة اهله واصحابه انه خلاص كده بقى مستقر ماديا وانه يقدر يتجوز. وبما ان سمير ما كانش حاطط الموضوع في دماغه فكان اختياراته محدودة، بمعنى اصح يعني هيتجوز اللي اهله يختارها له وخلاص على كده. وكان الاختيار على انتصار بنت عمته. هو اي نعم يعني سمير ما كانش متحمس خالص في البداية، وده لان بنت عمته دي كانت مطلقة وكمان معاها طفل، ولكن برضه سمع كلام اهله وقال اهي حد من العيلة وعارفينها يعني، وبنت عمتك طيبة وزي الفل وحد عارفينه كويس وعارفين اخلاقه، وهي دي طبعا اللي هتصونك وهتعيش تحت رجليك والحاجات اللي احنا عارفينها دي. وسمير طبعا بعد الكلام ده كله خلاص وافق كده وقرر انه يروح يطلب ايديها. سمير بعد اسبوعين تقريبا كان اتجوز بنت عمته انتصار. الشقة كانت جاهزة ومتشطبة وكاملة من مجاميعه. ده غير طبعا الاجازة كانت بس شهرين 2، وكمان يعني هو مش لسه هيخطبها علشان يتعرفوا على بعض والكلام ده. يعني العملية مش مستاهلة وبسيطة وزي الفل. سمير اتجوز وقعد مع مراته شهر تقريبا قبل ما يرجع على السفر. سمير في الوقت ده كان عنده حلم واحد كان نفسه قوي انه يحققه. سمير وهو صغير كان شغال في مزرعة فراخ، فكان عنده حلم يعني انه يقدر يجمع فلوس ويرجع على بلده ويعمل المشروع ده في بلده ويستقر. وهو كده كده يعني لا غو سفر ولا بهدله. الحلم ده كان قايله لكل الناس واولهم كانت انتصار. كلها سنة ونص بالكتير قوي يكون جمع بس فلوس المشروع ده ويرجع يستقر في بلده. وسافر سمير يا صديقي وساب مراته وفات على الجوازة 3 سنين، وكانت الحياة في وقتها ماشية بشكل طبيعي وهادي جدا. ولحد ما سمير بدأ يلاحظ شوية حاجات غريبة كده بتحصل. سمير كان كل فترة بيبعت لمراته فلوس كتيرة قوي، ولكن اتفاجئ انه كل ما بينزل اجازة بيلاقي ان الفلوس حرفيا مفيش. والسؤال هنا بقى،
هي كل الفلوس دي بتروح فين؟ وده كان نفس السؤال اللي سأله سمير لانتصار. وهنا بقى تحصل ما بينهم اول خناقة كبيرة بعد الجواز، خناقة كبيرة وزعيق وفضايح، وسابت لسمير البيت وراحت عند امها. كبار العيلة اتدخلوا بعدها علشان خاطر يصلحوا ما بينهم، ولكن الواضح يعني ان الهدوء اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي مش هيحصل تاني، ونطير مع بعض كام سنة لقدام ولحد ما نوصل لسنة 2007. وبيبدأ هنا يحصل شوية تطورات في حياة سمير ومراته. اولها طبعا ان ربنا رزقهم بطفلين والدنيا كانت ماشية كويس جدا، ولكن بصراحة يعني مش طول الوقت الدنيا بتبقى هادية وجميلة جدا طول ما سمير واخد بعضه ومسافر. ولكن سمير اول ما بيرجع وبينزل اجازة الخناقات بتكبر وبتزيد، تحس ان انتصار من الاخر كده مش حابة وجوده معاهم. ده غير ان دايما كان بينهم خناقات، واهم اسباب الخناقات دي هي الفلوس. سمير كان بيقلل الفلوس اللي كان بيبعتها لانتصار يا دوب يعني يكفي مصاريفها ومصاريف الاولاد وبس. والحقيقة يعني الحوار ده كان مضايقها جدا، ولكن برضو دي مش سبب المشاكل كلها. لسه يا معلم المصايب جاية بعدين وهنقولها كلها. اول المصايب دي ان في مرة وسمير في الاردن اخوه بيرن عليه وبيقول له يا ابني في حاجة غريبة، في ناس بتيجي عندك البيت، ناس غريبة ما نعرفهاش وانت مسافر. الناس دي انا متأكد انها ناس غريبة لا تبع عيلتنا ولا حتى عيلة مراتك. سمير سمع الكلام من اخوه وقال انه مش لازم يتسرع في الحكم عليها، لان ببساطة يعني اخوه ومراته بينهم مشاكل كتير ومن الاخر كده مش طايقين بعض، ودايما مراته تقول له اخوك ده بيوقع بينا، وهو دايما بيقول العكس. فقرر في وقتها انه يسأل انتصار ويشوف الدنيا دي هترسى على ايه. انتصار ردت عليه بكل ثقة وقالت له ان كل اللي بيجوا البيت هم اخواتها مش اكتر ولا اقل. واللي جه في دماغ سمير طب ازاي بقى؟ المفروض ان هم ولاد عم واكيد يعني عارفين بعض. كل شيء اتقال منها بصراحة يعني كان غريب، بس الموقف عدى على كده. وتمر معانا الايام والسنين لحد ما نوصل لسنة 2010. سمير في السنة دي صفى كل شغله في الاردن، واخيرا قرر انه يرجع على مصر ويحقق حلمه. خلاص كده هيرجع وهيستقر في وسط اهله، وده الشيء اللي ما كانش على هوا انتصار. المهم يعني ان سمير كان ناوي انه يحط كل فلوسه في المشروع ده، وقد كان فعلا يا صديقي حط كل فلوسه في المشروع ده، وفي خلال 5 شهور بس خسر كل اللي وراه واللي قدامه. وقتها بقى انتصار بدل ما تقف جنبه وتدعمه دي اتخانقت معاه وسابت له البيت كمان. سمير في وقتها قعد في البيت وبدأ يفكر في كل المشاكل دي اللي نازلة ترف على دماغه، وفي قعدته لوحده بيلمح ورق كده بيخص انتصار. الموضوع باختصار كده كانت حوالات بنكية وحسابات مالية خاصة بانتصار مفتوحة في مكتب البريد. وهنا بقى سمير بيتأكد ان فلوسه دي كانت بتروح فين بالظبط، لان بصراحة يعني المبالغ اللي كانت موجودة في الحسابات دي ما كانتش قليلة، دي خلصت على شقة عمره حرفيا، وكانت مفهمة انه مفيش. سمير اخد بعضه في الحال وطلع على بيت عمته، وهناك بقى قابل انتصار وهو شايط وواجهها بالورق اللي كان معاه. وفي وسط الخناقة اللي حاصلة دي امها بتتدخل علشان تحوش ما بينهم، ولكن سمير وهو في قمة غضبه زقها فوقعت على الارض وايدها اتكسر. ودي كانت اول لحظة انتصار تاخد فيها قرار انها لازم تنتقم من سمير، ولكن الطريقة اللي انتقمت بيها ما كانتش تخطر على بال الشيطان ذات نفسه. انتصار قعدت تمثل قدام العيلة انها خلاص كده اتصافت وسامحت جوزها وانها كمان هترجع معاه. وفعلا يا صديقي انتصار بترجع معاه وكأن مفيش اي حاجة حصل، ولكن في الحقيقة انتصار كانت بتخطط وبترقد ليه من غير ما هو يحس. طب هي بقى كانت بتخطط ليه؟ عايز اقولك انها كانت بتخطط انها تخلص منه. في الوقت ده يا صديقي دخل وجه جديد في الموضوع وهو سيد جارهم. سيد ده كان جارهم وراجل كبير وكان متجوز مرتين وعنده تقريبا بتاع 8 عيال. سيد في الفترة اللي اتعرف فيها على انتصار كان تقريبا مديون لطوب الارض ومحتاج يسد كل ما الليم عليه، وده يا صديقي اللي عرفته انتصار في وقتها وقررت كمان انها تستغل. بدأت واحدة واحدة كده تلفت انتباه سيد ليها، كانت بتتعمد تقابله وتتكلم معاه بشكل مباشر او غير مباشر، حاجة كده يعني
يعني يا صديقي شوق ولا تدوق، ومعروفة يعني يا صديقي قلب الراجل يسيع من الستات بدل الواحدة 1000. حتى يعني لو كان متجوز 2 برضه ما يقدرش يقاوم. قدرت انتصار في وقت قليل جدا توقعه في غرامها، وبعد ما اتطورت العلاقة بينها وبين سيد بدأت تفكر في الخطوة اللي جاية، وعشان تقنع سيد انه ينفذ معها حاجة زي دي لازم طبعا تديله حاجة يستحق انه يضحي علشانها. وايه بقى الحاجة اللي ممكن اي ذكر شرقي يضحي علشانها؟ ايوه بالظبط كده، هي الحاجة اللي انا وانت عارفينها كويس. طب انتصار بقى ازاي هتعمل كده وجوزها موجود؟ هي بصراحة كده ما بتحتاجش لاي تفكير، لان الحل جه من جوزها نفسه. وده لما سمير جات له فرصة شغل في القاهرة، ومفيش يوم واحد الا وسمير كان مسافر للقاهرة، وبكده معلم الطريق بقى فاضي لانتصار. هي مكالمة واحدة بس مع ابو السيد اللي ما صدق وفرح وراح لها وهو رفع ودانه. في اليوم ده بيقضوا مع بعض وقت لطيف وليلة حلوة. الموضوع ده اتكرر مرة واتنين وتلاتة لحد ما سيد بقى سيودة، وخلاص كده بقى زي الخاتم في صباع انتصار. وفي الوقت ده يا صديقي بدأت تدخله معاها في القصة. بدأت في الوقت ده تمهد الكلام لسيد واحدة واحدة. فضلت تقوله ان هي عندها مشاكل كتيرة مع جوزها، وانه دايما مسافر وبعيد عنها، ولما بيرجع بيديها معاملة زي الزفت. ولكن بصراحة انتصار ما كانتش تعرف ان سيد هيلمس معاها بالسرعة دي. يا اخي ده لقط معاها اسرع من البلوتوث، لانها لقيته بيقول لها طيب واللي يخلصك منه تديله كام؟ قالت له يا سيدي اللي انت عايزه. قال لها 5000 جنيه ونقرا الفاتحة على روح سمير. طب ما هو ايه السهولة دي يا جدعان؟ انتصار لو كانت عرفت كده ما كانت عرضت عليه الفلوس وخلصنا بدل اللف والدوران ده كله. المهم يعني انها لما لقيته جاي سكة كده وجاي في اي مصلحة قالت انها تقلل الفلوس شويه. قالت له عيب يا سيد، طب واللي بينا؟ قال لها بقول لك ايه، لا بينا ولا مش بينا، هم 5000 بلبل، والا هطلع دلوقتي واروح على جوزك وهيعرف وقتها كل حاجه. وبصراحه كده لما ما لقيتش منه رجا وافقت وقالت له طيب النص هيدفع دلوقتي والنص التاني على طول بعد العزاء. واتفقوا خلاص على كده. ولكن انتصار ما كانتش تعرف ان سيد عنده رأي تاني. بعد مرور حوالي شهر على الاتفاق واثناء وجود سمير في البيت، انتصار في اليوم ده بتحط لسمير منوم في الاكل، وبعدها على طول كلمت سيد علشان يجي ويخلص. ولكن لما سيد راح لها وشاف سمير وهو في سريره قال لها لا انا مش هقدر اعمل كده النهارده. انتصار ردت عليه وقالت له ولا يهمك يا حبيب قلبي، بلاش تعمل كده وتعالى انا وانت نعمل حاجات تانية. انت متخيل انهم عملوا كده في اوضة نومها وجوزها على السرير جنبهم؟ يا نهار ابيض يا جدعان على ده. بعد ما خلصوا سيد قال لها انه مش قادر يكمل كده وانه مش هيقدر يعمل اللي هي عايزاه. وهنا بقى انتصار فهمت انه اتنصب عليها وان سيد كان بينيمها لحد ما ياخد الفلوس ويخلع هو. بعد 5 شهور من اللي حصل ده سمير قابل اخوه وهو في اجازة من شغله، عشان اخوه في وقتها يكرر له نفس الكلام اللي كان بيقوله له وهو في الاردن، ان في راجل غريب بيجي لهم البيت وهو في شغله. ولما سأل اخوه طب وده يطلع مين؟ قال له ده سيد جاركو. وهنا بقى سمير قرر انه يراقب مراته ويتأكد كمان بنفسه، ولكنه في الحقيقة ما كانش يعرف انه مش هيلحق اصلا انه يعمل كده. في خلال فترة شغله في القاهرة قدر سمير يجمع شوية فلوس ويرجع على بلده تاني ويكمل في مزرعة الفراخ. شارك وقتها واحد من البلد في مزرعة الفراخ واشترى كمان توك توك عشان يتحرك بيه. وفي اليوم المشؤوم ده سمير نزل من بيته عادي وراح على شغله. بيرجع البيت علشان يتغدى ويرتاح شوية وينزل تاني الساعة 7 بالليل. ساعتها بقى انتصار بتكلم سيد وبتقوله انه لازم يجيلها دلوقتي حالا. ولكن في الحقيقة يعني هو ما كانش عارف اللي انتصار بتخطط له. ولكن اول ما سمع صوت التوك توك وصوت سمير وهو طالع عارف اللي الشيطانة دي كانت بتخطط له. انتصار ببساطة كده كانت مخططة ان سمير هيرجع ويلاقي سيد عندها، وده لانها كانت حاسة ان سمير شاكك فيها اساسا، فقالت تأكد له وحطت في دماغها انه يرجع ويقفشهم وكده سيد يبقى اتحط في امر واقع. ما هو يا اما هيخلص على سمير يا اما هيروح في 60 داهية. في الوقت ده سمير فهم اللعبة وحاول يخلع من المكان بأي طريقة، ولكن سمير في الحقيقة كان اسرع منهم وطلع
على البيت. واول ما سمير طلع ودخل بيته وقبل ما يستوعب اي حاجة كانت انتصار وسيد ماسكين فاس حديد ونزلوا بقى عليه وكملوا بعدها عليه بعصاية خشبية لحد ما فرفر في ايديهم، وبعدها نضفوا كل اثار الاحمر اللي اتعمل في وقتها ودخلوا الحمام وعملوا علاقة تاني. وفي عز الليل اخدوا الجتة وحطوها في التوك توك وراحوا مولعين فيها. وتاني يوم على طول الساعة 6 بالظبط واحد من الفلاحين لمح التوك توك ولمح الجتة اللي جواه، وساعتها الفلاح ده بينادي الناس اللي حواليه علشان هما كمان يتعرفوا على الجتة اللي موجودة اللي كانت جتة سمير. وصلت الشرطة وعينت المكان وعملت مسح كامل، وطبعا يعني المعمل الجنائي اثبت ان الحريق ده كان مفتعل بفعل البنزين ده، غير كمان ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاة اللي حصلت دي بسبب في الراس. والشرطة من بعدها بدأت تحرياتها. في الوقت ده الشرطة بتوصل لهم معلومة من كذا شاهد وعلى رأسهم اخو سمير. الشهادة دي كانت بتقول ان في علاقة مشبوهة بين سيد وبين انتصار، وبيتم القبض على الاتنين ومواجهتهم بالأدلة اللي كانت ضدهم. بعد ما انكرت انتصار في الاول وقالت انه سيد ايدها وقال لها انها يا اما تعمل علاقة معاه يا اما في عيالها، وسيد بيقول ان هي اللي دبرت كل حاجة وان هو ملهوش اي ذنب. وفي النهاية يا صديقي الاتنين بيعترفوا بكل الاقوال اللي انا حكيتها لكم في القصة، وفي النهاية بيتأيد عليهم الحكم هما الاتنين بحبل المشنقة، وبيتنفذ الحكم سنة 2015 علشان يا صديقي يتقفل الستارة على واحدة من ابشع القصص اللي انا شخصيا شفتها في حياتي. جريمة اكتملت فيها كل اركان الخسة والرخص وكمان الخيانة. وبكده يا صديقي تكون خلصت قصتنا النهاردة. ما تنساش اللايك والشير بتاعك، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج النباش. شوفوا الشوكة على خير.